هل شعرت يوما أن داخلك فراغا رغم أن حياتك تبدو طبيعية؟ تتحدث مع الناس، تضحك، وكل شيء يبدو بخير، لكن عندما تبقى وحدك تشعر أن هناك شيئا ناقصا. هذا الشعور يعيشه كثير من الناس ولا يعرفون كيف يفسرونه. هذا يسمى الفراغ العاطفي، والمشكلة أنه ليس دائما بسبب الوحدة. قد يكون في حياتك ناس ولكنهم لا يفهمونك، يتحدثون معك لكن دون شعور حقيقي، يقدمون اهتماما ولكنه ضعيف لا يكفي، ومع الوقت تشعر أن قلبك أصبح فارغا. وربما أنت من الأشخاص الذين يعطون كثيرا، تحب، تهتم، وتقف مع الآخرين، لكن عندما تحتاج لا تجد نفس الشيء. وهنا يبدأ التعب. تشعر أنك تعطي كثيرا ولا يعود إليك شيء، فتسأل نفسك: لماذا أشعر هكذا؟ الإجابة بسيطة: لأنك اعتدت على القليل. تفرح بأي كلمة وبأي اهتمام صغير لأن قلبك يحتاج، لكن هذا لا يكفي. والحل ليس في الناس وليس في علاقة جديدة، الحل فيك أنت. يجب أن تتعلم كيف تملأ نفسك بنفسك. اهتم بنفسك، أعطي لنفسك وقتا، ولا تنتظر أحدا ليسعدك. ومع الوقت ستشعر بتغيير كبير، وسيخف هذا الفراغ شيئا فشيئا، وتصبح أهدأ وأقوى من الداخل. وتذكر دائما أنت تستحق أكثر من القليل، وإذا شعرت بهذا الإحساس فأنت لست وحدك.